عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل باميه بطريقه حلوه قوي، طاجن في الفرن. والمكونات اللي معايا باميه، لحمه، بصل، ثوم، صلصه. يلا نشوف الطريقه ازاي. اول خطوه هاجي اسلق اللحمه ولا على الميه تغلي كده. بعد ما الميه غليت كده هاجي اسلق اللحمه. احط بس بصله وملح وفلفل، حبه ملح. اللحمه بعد ما قطعناها قطع صغيره، وحلاوه اللحمه بس يكون فيها برضو ايه، نسبه دهن كده في الباميه بتبقى حلوه قوي. عقبال ما اللحمه تستوي نكون ايه عملنا الباميه. اول حاجه هنعملها هنولع الحله. هاجي احط حته زبده، هاجي احط البصل المبشوره، احمص كده مع الزبده. الخطوه الجايه هحط بقى الثوم اللي احنا دقينه. حطينا الثوم مع البصله كده، حمروا تحميره بسيطه قبل ما نحط بقى ايه الصلصه. هاجي احط الصلصه على البصل والثوم، هقلب الصلصه مع البصل مع الثوم. احط معلقه ملح، نص معلقه فلفل، ومعلقه كزبره ناشفه. خليهم يغلوا مع بعض قبل ما احط الباميه. هرجع تاني. خلاص الصلصه اتسبكت واللحمه اتسلقت. هطفي على اللحمه. بعد ما سلقت اللحمه نص سلقه هكمل سواها مع الباميه. اللحمه تغلي غلوه كده مع الصلصه قبل ما نحط الباميه. هسيبها بس كده حوالي 10 دقايق بس. هحط دلوقتي الباميه. كيسين باميه. الباميه دي حلوه قوي. هقلبها تقليبه الباميه مع اللحمه مع الصلصه. هاجي احط 3-4 معالق شوربه كده. هنيجي نتشك على الباميه نشوف عملت ايه. بقت حلوه قوي مع اللحمه. دلوقتي هاجي احط الباميه في البرام زي ما انتم شايفين كده عشان اكمل سواها في الفرن. كده جهزت طواجن الباميه. هاجي دلوقتي احطها في الفرن، هتقعد نص ساعه بس وهطلعها. هاجي احط الباميه دلوقتي في الفرن. خلاص بعد ما الباميه استوت كده هنطلعها من الفرن. تعالوا نقدمها. وكده بعد ما خلصنا الباميه بالطريقه الحلوه دي، طواجن خطيره وعامله جنبه بتنجان مملح ورز ابيض. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير. بالهنا والشفا.